يوم خميس العهد أو الخميس الكبير واحد من أهم أيام حياتنا المسيحية. ليه؟ علشان السيد المسيح أسس واحد من أهم الأسرار في كنيستنا المسيحية، وعشان كده الكنيسة اختارت اليوم ده علشان يكون أحد الأعياد السيدية الصغرى اللي بنحتفل بيها. بنبدأ اليوم ده باللي احنا بنفتح 6 هيكل تاني بعد ما قفلناه بعد قداس حد الزعف، والأول مرة بعد ما عدى الاثنين والثلاث والأربع أيام بصخة عادية ستر الهيكل مقفول. أحداث يوم خميس العهد من البصخة المقدسة بيبدأ اليوم لما السيد المسيح كان في بيت عنيا بعت تلاميذه إن هم يحضروا الفصح. قال لهم هتلاقوا راجل في أورشليم ماسك قارورة مية، هو ده اللي هنعد عنده الفصح. بعد كده راح التلاميذ البيت وبدأوا يحضروا الفصح. بعد ما حضروا الفصح بدأ السيد المسيح ياكل مع التلاميذ ويدى إشارة اللي هيسلمه هو اللي هيغمز معه في الطبق. وبعد كده قال لبطرس إن هو هينكره 3 مرات قبل أن يمسح الديك مرتين. كل ده بيتقال في صلاة باكر وصلاة الساعة 3 وصلاة الساعة 6 وصلاة الساعة 9. وحصل جدال ما بين التلاميذ على مين أعظم واحد فيهم، فالسيد المسيح علمهم درس عظيم اللي هو غسل أرجل التلاميذ. وفي اليوم ده السيد المسيح أسس سر الإفخارستية، أخذ خبزا وباركه وكسر وأعطاهم قائلا خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم واصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكاس أيضا بعد العشاء قائلا لأن هذا هو دمي الذي يسفك عن كثيرين لمغفرة الخطايا. بعد كده راح السيد المسيح هو وتلاميذه لبستان جثماني، بدأ السيد المسيح يتكلم مع الآب. وبعد كده راح للتلاميذ وبكتهم على كسلهم إنهم مش قادرين يسهروا معاه. وبعد كده جه يهوذا وهو كهنات اليهود عشان يسلموا السيد المسيح، وكانت إشارة ما بين يهوذا ورؤساء اليهود إن هو هيبوس السيد المسيح، ودي كانت علامة بين يهوذا وكهنات اليهود. وقت تسليم السيد المسيح بطرس خد سيفه وقطع ودن جند من الجنود، والسيد المسيح حط ايده على ودانه وشفاه. وباكر يوم الخميس بتبقى مختلفة من حيث الحاجات اللي بتتقري فيها واللي بتتقال فيها، ففيها ألحان عظيمة من ألحان الكنيسة اللي بتمتعنا بيها. واحد أشهر الحاجات اللي بنعملها في باكر خميس العهد هي دورة يهوذا اللي بتبقى مختلفة عن أي دورة بتبقى موجودة عندنا في الكنيسة. ليه؟ علشان الدورة دي الكنيسة بتختار اللي هي تلف مع عقارب الساعة، عكس المعتاد ان الكنيسة بتلف عكس عقارب الساعة. ويمكن الكنيسة اختارت دورة يهوذا ان هي تلف مع عقارب الساعة عكس المعتاد علشان تنبه كل واحد فينا اللي هو قدامه اختيار، يختار العالم او يختار الكنيسة. يختار العالم زي يهوذا وآدم لما اختاروا ان هم يعيشوا حياة العالم، او يختاروا الكنيسة اللي هي ضد العالم وهي حياتها كلها في السماء. وبنقول برضو لحن فاي طاف اللي هو لحن الصليب عشان نفتكر ان خلاص صليب السيد المسيح قرب، وهي كام ساعة والسيد المسيح يصلب على الصليب. وبرضو بنقول الإبراكسيس هو أحد أشهر ألحان الكنيسة علشان هو أحد أطول ألحان الكنيسة برضو، وهو تقريبا مدته أكتر من نص ساعة. وفي آية مهمة ليهوذا فيها لتصر داره خربة ولا يكن فيها ساكن ويأخذ أسقفيته آخر. وبعد كده بنقول اللحن الشامي أبيض شينون اللي هو مزمور كلامه ألين من الدهن وهو نصال. وبعد ما بنخلص الإنجيل العربي بنصلي ختام الساعة، وبعد كده بنصلي الساعة 3 والستة والتسعة بالطريقة العادية للبصخة العادية. بعد ما نصلي صلوات 3 والستة والتسعة بطريقة البصخة العادية بنبدأ قداس اللقان اللي هو تذكار لغسل السيد المسيح لأرجل التلاميذ. فزي السيد المسيح ما غسل أرجل التلاميذ، بعد القداس ما بيخلص أبونا بيغسل أرجل الشعب كله. واللي وضع طقس اللقان لما بطرس أسقف البهنسة ووضعه في القرن 13. واحنا بنصلي اللقان 3 مرات في السنة، في عيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد. بعد ما نخلص اللقان بنبدأ أقصر قداس في السنة وهو قداس خميس العهد، عشان في حاجات كتير قوي ما بنقولهاش. أول حاجة بنرفع الحمل في صمت تام، ما بنقولش كيريا ليسون. وبعد ما نخلص رفع الحمل بنبدأ القرايات وبنقرا البولس بس، لكن ما بنقراش الكاثوليكون ولا الإبراكسيس. وبعد الانجيل ما بنقولش صلاه الصلح عشان الصلح لسه ما تمش. وبعد كده بنكمل القداس عادي، لكن ما بنقولش لا المجمع ولا التراحيم علشان لسه الخلاص ما تمش. وبعد كده بنقول الاسمه وهي تقريبا اشهر اسم في الكنيسه، وهي اسمه ذبح اسحاق. وبعد القداس بنختم بالساعه 11 وبنبدا في صلوات ليله الجمعه اللي هي بيبقى ليها طابع خاص. ومن ليله الجمعه بنبدا نقرا ال4 اناجيل لاهميه الاحداث. وفي سوق تاتيجوم بنزود قوتي وتسبيحتي هوذا الرب صار لي خلاصا من أول ليلة الجمعة لغاية الساعة 12 من يوم الجمعة. وفي صلوات ليلة الجمعة بيتقال البراكليت وهو إنجيل يوحنا، علشان إنجيل يوحنا هو أكتر إنجيل اتكلم عن الحوار اللي دار بين السيد المسيح والآب في بستان جثيماني. وبعد ما بنخلص الساعة 11 من ليلة الجمعة أبونا بيصلي الختام وبنستعد لتاني يوم، يوم الفداء والخلاص.